السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، والنهاردة معانا حلقة عن الإسكان، وإن شاء الله في مشروع كده نزل فحبيت إن أنا أعمل حلقة علشانه، اللي هو طرح وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر. وهتكلم عن الأسعار والشروط ونظام الحجز وإجراءات الحجز بتاعت الوحدات السكنية وشروط الحجز. كل ده هتكلم عليه في الحلقة دي، وهنبدأ إن شاء الله. هنقول إيه؟ أولا، دي شقق سكنية اللي أعلنتها نقابة الصحفيين في فتح باب الحجز ل 96 وحدة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمشروع سكن مصر. امتى؟ من السبت اللي هو يوم 14 أكتوبر حتى يوم 21 أكتوبر. ده الطرح اللي أعلنته نقابة الصحفيين عن الوحدات السكنية بتاعت 6 أكتوبر، وهي عبارة عن 96 وحدة من يوم 14 ليوم 21. طيب، أوضحت النقابة إن متوسط سعر المتر بتاع الشقق دي من 7070 إلى 7425، طبعا حسب المساحة بتاعت كل وحدة ونسبة التميز بتاعتها، إذا كانت يعني فيها نسبة تميز. يبقى ده متوسط سعر المتر في الوحدات اللي هي طرحتها نقابة الصحفيين. وأضافت نقابة الصحفيين إن بيان الوحدات متوفر بمركز الخدمات بالنقابة، وعلما بأنها ستطرح باقي الوحدات في باقي وحدات تانية اللي هي 576 المخصصة للنقابة فور ورود الأسعار. يعني أما نشوف الأسعار ويعلنوا عنها إن شاء الله، هتتم إن هي تطرح باقي الوحدات السكنية اللي هم 576 وحدة المخصصة للنقابة. طب إجراءات حجز الوحدات السكنية؟ الإجراءات بتاعت الحجز هنشوف مع بعض. أول حاجة، بيسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم. يعني قيمة الوحدة مثلا مبلغ قد كده، بتضربه في 20%، ده اللي بيتسدد كمقدم حجز. بالإضافة إلى 1% طبعا مصاريف إدارية تراح عليك، ونص في المية اللي هي قيمة الوحدة لمجلس الأمناء من قيمة الوحدة. دي أول شرط من الشروط، إن أنت بتسدد 20% من تمن الوحدة، وبتسدد 10% تاني. نركز من قيمة الوحدة عند الاستلام. يعني أنا أول حاجة في المقدم إن أنا أقدم أدفع 20%. طب هستلم، أدفع 10% الباقيين من قيمة الوحدة عند عند الاستلام. يبقى فيه 20% ودي 10%، ده عند التقديم، وال10% عند الاستلام. أدي كده 30% من قيمة الشقة. مالناش دعوة بالمصاريف الإدارية دلوقتي. بعد كده بتسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة مصاريف عن العام الأول من تاريخ الاستلام. يعني 20 و10 و5، ال5% دي قيمة وديعة الصيانة. بقسط الباقي بقى، وقدره هيبقى أنت كده دفعت حوالي زي ما قلت 30%، لأن وديعة الصيانة دي ما تحسبش. فال 70% المتبقية من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية. طب بحد أقصى كام سنة؟ 7 سنين، محملة طبعا بالأعباء البنكية اللي هي سعر الفايدة. يعني انت هتاخد الوحدة ده انت كنت دافع منها اللي هي المقدمة 20 و10 30، بقى 70%، يبقى بقسطها على اقساط ربع سنوية كل 3 شهور. بحد اقصى للسنين ان انت 7 سنوات، يعني ممكن تاخد على 5، لكن اقصى حاجة 7 سنوات، طبعا محملة بالفوائد اللي هتتعلن منها. بالإضافة إلى 2% وزارة مالية، و5% من مصاريف إدارية، تقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، وبيستحق القسط الأول. يعني أول قسط هتدفعه بعد 3 شهور من تاريخ الاستلام. يعني أول ما تستلم الوحدة بعد 3 شهور يبقى ده أول قسط، لأن احنا قلنا أقساط ربع سنوية. طب هي شروط الحجز بعد ما عرفنا كل التفاصيل عن الشقة؟ طب أنا عايز أحجز، هي شروط الحجز؟ أول حاجة، الأولوية اللي هو لم يحصل على أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، وتجري في حالة زيادة عدد الراغبين في الحجز بعد استبعاد من سبق استفادته على عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز. يعني اللي ما استفادش بأي حاجة ليه طبعا الأولوية، اللي ما خدش أي وحدة هيبقى ليه الحق ان هو يقدم، ويبقى ليه الاولويه ان هو ترسى عليه الشقه. فانا كده وضحت الوحدات بالمساحات بالاقساط اللي انت هتدفعه والدفعات. ويا رب نكون قدرنا نوصل المعلومه. اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.